واش عمرك حسيتي براسك جالسة وسط العائلة وسط الصحابات، وواخا هكاك كتحسي براسك وحدانية ولا وحيدة؟ كلهم كيهضروا مع بعضياتهم، كيضحكوا وكيتفاعلوا، وانتي حاسة بواحد الإحساس وواحد الفراغ في الداخل ديالك اللي ما قادراش تفهميه. الا وقع لك هذا الشيء بغيتك تعرفي بان ماشي بوحدك كيوقع لك، كاينين بزاف ديال البنات في حالك. راه كاين فرق بين انك تكوني بوحدك وانك تحسي بالوحده. كاينين بزاف ديال الناس عايشين بوحدهم وما حاسين بتا شي مشكل، الامور كدوز عندهم عاديه. وكاينين الناس اللي دايرين بهم الحباب والصحاب من كل جهه، واخا هكاك كيحسوا بواحد الوحده كبيره اللي كتقتل فيهم نهار بعد نهار. وعلاش كنحسوا بالوحده واخا دايرين بينا الناس وماشي بوحدنا؟ الجواب هو اننا ما محتاجينش الكميه ولا الكم ديال الناس يكونوا دايرين بينا، قد ما احنا محتاجين اللي يحس بينا ويفهمنا، شي حد يسمع لينا ونعرفوه باللي كيتصنت لينا بصدق، يعني من القلب ديالو. شي واحد يكون معاك بلا ما يضطر يلبس القناع قدامك باش يبان زوين ولا يبان يعني في المستوى. بغينا انسان حقيقي. بزاف ديال الناس ملي كتسولهم على الاحوال ديالهم كيجاوبوك بانا بخير، وهي في الاصل ماشي بخير. كيضحكوا من الداخل مهرسين وكيقولوا بلي كل شيء مزيان، وفي الليل كيبقاو يفكروا ويعاودوا لدرجه ما كيجيهمش النعاس. الوحده ما كتجيناش من قله الناس ولا من الغياب ديالها، الوحده كتجينا من كثرة الخيبات، من بعد ما كتجرحي بزاف، من بعد ما كتثقي في ناس اللي كيغدروك ولا كيتبدلوا عليك، والمصيبه انهم كيكونوا اقرب ناس ليك. من بعد ما كتعاودي الاسرار ديالك لبزاف ديال الناس وكيخدلوك، كتبداي شويه بشويه كتسدي على قلبك وكتولي راده البال مع كل شيء، لدرجه كتولي خايفه من شي حاجه سميتها الثقه. ومن ثم كيبدا الاحساس بالوحده. بعض المرات الحياه كتخلينا نكونوا مجبرين باش نبقاو بوحدنا واحد شويه، باش نرتاحوا ونرتبوا الافكار ديالنا، وباش نراجعوا راسنا ونسمعوا الصوت الداخلي ديالنا. المشكل كيبدا ملي كتولي الوحده الم يومي، وملي كتبداي تحسي باللي ما عندك حتى قيمه في المحيط ديالك، وباللي حتى واحد ما محتاج ليك، وباللي الوجود ديالك بحال عدم الوجود ديالك، يعني بحال. وهنا خاصك تردي البال مزيان، حيت هاد الافكار ماشي حقيقيه، هذه غير مشاعر جايه من التعب والضغط والخذلان. قيمتك ما كتجيش من عدد الناس اللي دايرين بيك، قيمتك ما كتجيش من عدد الرسائل اللي كيوصلوك في النهار، ولا من شكون سول عليك واللي ما سولش عليك. قيمتك كتجي منك نتيا، ومن القلب ديالك والاخلاق ديالك، ومن الرحله اللي قطعتيها في حياتك. الا كنتي حاسه بالوحده في هاد الايام، حاولي تهضري، حاولي تخرجي داكشي اللي عندك، ما تبدايش تكتمي، حيت ملي كنسكت اليوم وغدا وبعدو واحد النهار كيجي الانفجار. حاولي تقربي من الناس اللي كيريحوك، وحاولي قبل من كل شيء تكوني صديقة لراسك. راه أصعب وحدة هي ملي كتكوني هاربة من نفسك، كتفيقي كل نهار وكتحاولي تقنعي راسك باللي كل شيء عادي، ولكن في الداخل ديالك كاينه شي حاجة كتقولك باللي ما كايناش شي حاجة اللي عادية، وباللي الألم ديالك حقيقي. كاينين بزاف ديال الناس ماشي بوحدهم في الحقيقة، ولكن بوحدهم في الداخل ديالهم، حيت كيكونوا عايشين ولكن ما حاسينش براسهم بخير. النهار كامل وهما كيحاولوا يديروا الأنشطة ديالهم ويديروا الضجيج باش ما يسمعوش الصوت الداخلي ديالهم. كيطلقوا الموسيقى، كيتلهوا في الخدمة، كيهضروا مع ناس، ولكن هاد الشي كامل ما كيقدرش يحيد ليهم ديك الفكرة ملي كيبقاو بوحدهم، يعني مع راسهم بالليل. ملي كينعزلوا وملي كتسالي وقت الشغال ووقت الناس، هنا كتبان الحقيقة، حيت الصمت كيكشف لينا كل شيء. كيبان فيه كاع داكشي اللي مخبي، كيبان فيه الندم، وكيطلع فيه الخوف اللي مدفون في الداخل ديالنا، وكيبان فيه داكشي اللي كنهربوا منه طول الوقت. المشكل ماشي غير في الآلام، المشكل هو ملي كتولي ما قادراش تبقاي بوحدك مع راسك ومع نفسك بلا ما تحسي بالخوف. كتولي تسولي راسك شكون انا من وسط هاد الشي كامل. واخطر لحظه هي ملي كتولي تحسي باللي نتيا ما هرباناش من العالم بوحدو، ولكن هربانه حتى من راسك.
الا وصلتي لهاد المرحله راه ماشي نهايه الطريق، راه بدايه جديده انك ترجعي تهتمي براسك وتحضني نفسك، حيت ما يمكنش تهربي من راسك ديما ولا للابد، راه غير فتره وصافي. حاولي تقواي وترجعي كما كنتي من قبل، وتقتنعي باللي نتيا ما محتاجه لتا واحد في حياتك باش يكملك. وإلا كنتي جالسه مع الناس راه غير حيت سنة الحياة والإنسان بطبعه اجتماعي، ما ديريش في بالك بأنهم خاصهم يزيدوك شي إضافة في حياتك، حيت إلا كنتي كتجمعي مع الناس وكتسناي ولا كتوقعي منهم العطاء تما بقيتي غتصدقي لا ناس لا راسك. تعلمي تعودي على سواء كانوا الناس ولا ما كانوش، نعيش حياتي سواء بوحدي ولا مع الناس. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تنال استحسانكم ويعني الإعجاب ديالكم. ما تنساوش الضغط على زر لايك وشي تعليق زوين في حالكم، تحفزوا اختكم ما فيها باس، ما كتضيعوا والو. ونتلاقاو في موضوع جديد ان شاء الله.